ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو النهارده حمام محشي فريك. معايا حمام غسلاه ومنضفاه، ده من عندي من فوق السطح. بصوا يا جماعه، غسلاه ومنضفاها بسم الله ما شاء الله، مفيش، ومتصفيه، محضره الكبد والقوانص بتاعتهم، بصله مبشوره، الفريك غسلاه وكنت نقعاه شويه ومصفيه كويس. نعمل ايه في الحمام؟ طبعا دبح. اجي هنا بقى اعمل ايه؟ افصل دي عن دي عشان اعرف احشي، اصفقه، لان انا قلت للراجل صفقها ما عملهاش برضه. امسك كده سهله قوي، واطلع الجلده، افرغها يعني اهو، بسم الله، وافتحها بايديا. انا بوريكي الفكره بس اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لما تتحشي تبقى مليانه كده، مش الحمام ما بيتحشيش من جوه بس. بسم الله. ويا جماعه بدات ان انا اصفقها كده، اعمل صباعي كده عشان افتح واحشي في المكان ده. هعمل كل الحمام بالشكل ده طبعا اهو. اهو كده عشان الحشو. هخلص كله تصفيق دوت وارجع لكم. انا يا جماعه وضبت الحمام، فتحته كويس. هنا طاسه حاطه فيه زبده وزيت، هنزل بايه؟ بالكبد والقوانص، وعلى طول كده وراهم فلفل اسود لازم. وجوز الطيب المهم بقى يعني، بتدي طعم وتعلي الحشوه بتاعت الحمام قوي. جوز الطيب دي جميله. تمام. سن البابريكا، بهارات، وابدا اقلب الكلام ده. بسم الله. سلام على الريح. كل حاجه طبعا مغسوله ومتنضفه، ده مغسول ومتقطع ومتنضف ومتصفي كويس. احط معاها فصين حبهان وافتحهم كده بالسكينه، كده بالسكينه. ممكن احط ورق لورا معاها، اقطعها كده. ريحتها مش قادره اقول لكم. احط بقى ايه؟ سنه قرفه صغيره جدا. الحشوات والعصاب والحاجات دي بتفرق. واعمل كده، اركب كده، وانزل بالبصله هنا اهي. ابدا اشوح فيها. استعملوا الطريقه دي يا جماعه في الرز او في الفريك، بتيجي تحفه.
الماده الدهنيه زبده على زيت، زيت بس، سمنه بلدي، اللي انت عايزاه بس. وابدا اشوح كله مع بعض، الكبد والقوانص والبصل. هسيبه على النار شويه وانزل بالفريك عشان ما اطولش عليكم. هرجع لكم تاني كده. انزل بالفريك المغسول ونقلب فيه ونتنقي كويس وقلب. اسيبه بقى يتشوح حبه حلوه كده، يعني ياخد مع طعم الكبد والبصل او التوابل اللي انا حطيتها. طبعا انا ما بسويش الفريك تسويه كامله، لا، شويه ميه واحط غطا وبعد كده احشي يستوي بقى بقيته مع الحمام، ماشي بقى مفلفل كده، ما يبقاش معجن جوه الحمام. احط ملح، عايزه تحطي شطه حطي، بس انا ما بفضلش الشطه. تحطي بقى توم باودر الحاجات دي، لكن الفريك الحشوه فلفل اسود، بهارات، قرفه، جوز الطيب، وانا حطيت حبهان ورق لورا اجمل حاجه، وسنه قرفه. هسيبها بقى تتشوح واحط لها الميه. هوريكم انا بحط لها ميه قد ايه. هنا هحط ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، بس، واغطي واسيبه على نار هاديه ياخد 3/4، يعني مش نص سوا، كمان اقل من نص سوا، مش عايزاه يستوي خالص. هغطيه واوطي النار اهو، غطيت عليه واسيبه. هنا خلاص الفريك اهو، انا عايزاه مفرفط كده. طبعا هو سخن ما اقدرش احشي دلوقتي، احط في طبق كده واحشي. ايه، عايزه اوريكم بس الحشو بتبقى شكلها عامل ازاي، ولا في ميه ولا في حاجه. اخد شويه في طبق كده من الحشوه، عايزه اوريكم الفكره يعني. بسم الله. اهو يا جماعه، اجي من هنا اللي انا فتحته ده واعمل كده. هي سخنه قوي طبعا اهو. احشي هنا وامسك الزور بتاعه وابدا احشي كده. سخنه جدا على ايديا على فكره. عايزه اوريكم بس الحشوه من هنا، اخلصها كده بسم الله اهو بايديا اهو. بتفرق قوي في حجم الحمامه. لو الفريك بارد كانت بسرعه بسرعه. انا وريتك الفكره، هحشيهم بقى واوريهم لحضرتك. كده انا حشيت الحمام، حبيت اوريهولكم اهو، وفي ميه على النار بتغلي عشان اسلقه، بعد كده نحمره. عايزه اوريكم كمان وانا بنزل في الميه، وانا بنزل الحمام في الميه. بسم الله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمامه على طول بتمسك نفسها اول ما بتنزل في الميه. هعمل لها بقى بصله واحط شويه توابل برضو عليها، فلفل اسود،
نحط لوري حبهان برضو، وبصل بودر بدل البصل العادي لان هو جواه بصل. نحط بصل بودر، حبهان كمان اهو. بس ونغطي بقى كده خلاص. وما يستوي اوريهولكم وانا بحمره ونقدمه. هنا يا جماعه قلت اعمل طبق ملوخيه خضرا كده سريع جنب الحمام على النار اهو، داخل في سوا. عملتها فرمتها وبحضر التقليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عاملاها على شوربه لحمه، انا ببقى شايله شوربه لان ما بعملش على شوربه الحمام حاجه. في ناس بتعمل لكن انا ما بفضلش شوربه الحمام. عملت الملوخيه فرمتها في الكبه وحطيتها في الشوربه وبعمل التقليه اهو. ونقول نطفي بقى النار ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم انزل كده وما اقلبهاش قوي يعني، بس ما غطيهاش، عفوا ما غطيش الملوخيه. بس هحمر الحمام وارجع معاكم نقدم الاكله الجميله. عملت معاكم الحمام وعملت طبق ملوخيه صغير كده اهو. ما شاء الله. حمرته على النار مش في الفرن، بزيت وزبده عشان تبقى مقرمشه كده اهو. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.